هلا وشلونكم؟ وصفتنا اليوم الكوب الملونة بالسبانخ، شكلها وطعمها راح تجيب التاية. تعال نسويها سوية، بس قبل ما نبدي أتمنى تسوي لايك وشير للفيديو ومتابعة قناتي. يلا نبدي بالمقادير ونقول بسم الله. بالبداية عندي 2.5 كوب من البرغل على 2.5 كوب من المي الدافية، راح أتركها تنقع ساعة. بعدها راح أضيف 1/4 كيلو من اللحم المفروم أو الحبة بكيفكم، لأن كل المواد راح أفرمها مع حضرة الطعم ومفرمة اللحم، وواحد حبة من البصل. بعد ما فرمتها راح أتبلها بملح وبكمون وهيجي راح يكون شكلها. أبدي أسوي الحشوة. طاوة حامية على النار راح أضيف عليها شوية من زيت الزيتون، بعدها راح أضيف 2 حبة من البصلة المفرومة ناعم. بعد ما يذبل البصل ويتغير لونه راح أضيف السبينة غاني ثامدة وخليتها بالمجمدة. تقدرون تجيبوه فريش مباشرة تحمسوه. راح أنشف السبينار من المي نهائيًا وأضيفه داخل الطاوة. راح أتبله بملح وفلفل وبابريكا وصماق، راح يعطيه نكهة وطعم يجنن. راح أقسم العجينة نصفين وألونها باللون الأحمر والأخضر، وأبدي أحشيها وأشكلها بهالشكل. طاوة حامية بيها كمية من الزيت وأبدي أقليها، وهذا شكلها النهائي. جربوها وادعوا لي، وهنا أقول لكم سلامكم بالعافية.